يا مساء الخير عليكم أو صباح الخير، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. آمم، حلقة جديدة بقى لنا كتير ما نزّلناش فيديوهات يمكن من الترم الأول، أجازة الترم الأول بتاعة نُص السنة، فنرجع كده بحماس شوية، يعني أحاول أتحمس كده تاني وأرجع أنزّل فيديوهات، فيا رب تشجعوني وتحطوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة للي مش مشترك معايا، وتعالوا كده هنبدأ يومنا مع بعض. في الحقيقة إن سلسلة الفيديوهات الجاية هتكون كلّها عن النقل أو العزال، لإني أنا خلاص هانقل من الشقة بتاعتي، للأسف عقدي خلص ومش هنجدد بدأت أدوّر فعلًا على شقة. آمم بس للأسف الأسعار يا إما غالية جدًا، 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 يا إما شقق مش قد كده خالص. حتى في نهاية الفيديو ده أنا هاسيب لكم جولة في شقة كده أنا كنت رُحت شُفتها، هاسيب لكم مقتطفات منها عشان تشوفوا يعني الشقق بقى مستواها إيه حتى اللي بتتأجر. المهم أنا كده إيه قعدت أفكّر طب هابدأ بإيه، هابدأ بإيه، فقررت إن أنا أبدأ أغسل المشّايات الصغيّرة بتاعتي، ده اللي أنا قُلت هابدأ بيه. ف بدأت أهو كده بُصّوا شغّلت الغسالة على program ل10 دقايق، وحطيت أول مشّاية دي حطيتها لوحدها ليه، لإنها ناشفة مش بتتّني حتى، فكانت هتاخد حيّز في الغسالة، فبصراحة إيه حطيتها لوحدها. وبعد ما خلّصتها حطيت بقى 2، 3 معاها كمان ونشرتهم أهو، نشرتهم على الحبل وبعد كده دخلت بقى إيه جهّزت الغدا. كنت عاملة في اليوم ده مكرونة وكفتة فراخ، كفتة الفراخ دي اللي هي من الحاجات الجاهزة، يا دوب حمّرتها وعملت المكرونة. طبعًا ما جبتش الطريقة معاكم وكلنا عارفين المكرونة بتتعمل إزاي والكفتة كمان بتتعمل إزاي. فيديو النهارده يمكن هيكون قصير شوية، بس عشان بقى لنا فترة طويلة أوي ما نزّلناش، فمش عايزة أطوّل عليكم. زي ما قُلت لكم السلسلة الجاية إن شاء الله كلّها هتكون في سلسلة النقل والعزال. المهم بقى تعالوا أقول لكم على حاجة، أنا جمّعت الكتب والورق اللي عندي كلّهم، وقُلت بدل بقى ما أرميهم، كلّمت شركة من الحاجات اللي بتشتري الحاجات دي وجُم فعلًا خدوها. جالي المندوب ومعاه الميزان اللي أنتم شايفينه ده ووزن الكمية، وبعدين بدأ يخرّجها على السلِّم ومعاه شوال وبيعبّي في الشوال ده وبينزل ينزّلها العربية تحت. فكده إحنا اتخلّصنا من الكُتب والورق وكمان إحنا استفدنا وفي نفس الوقت هم بيعملوا إعادة تدوير أو recycle للكلام ده. المهم خلّصنا وتعالوا بقى أورّيكم الشقة اللي أنا رُحت اتفرّجت عليها وحالتها عاملة إزاي. بُصّوا كده مبدئيًا دي أوضة من الأوض، بُصّوا الأرض عاملة إزاي. خلاص هي مبدئيًا دي في نفس المنطقة اللي أنا فيها. بس بُصّوا الأرض عاملة إزاي، سيبكم من الحيطة والكلام ده عادي ممكن تتبيض، إنما بُصّوا بقى الأرضيات، بُصّوا الشباك، هو ألوميتال قديم وما فيهوش سلك، يعني يا تفتحي يا تقفلي ما فيش وسط. دي الأوضة المفروض اللي هي الصغيرة وفيها شباكين زي ما شُفنا كده مع بعض، وزي ما باقول لكم ما فيهاش سلك. تمام، تعالوا نتفرّج على الباقي. خلاص ادي كده التويلت كان المفروض ان هما بيصلحوا فيه حاجات يعني بصوا عامل ازاي. وحتى السيراميك اللي في ده مش سيراميك، ده تقريبا ايشاني زي ما كانوا بيسموه زمان. كانت طبعا بيصلحوا حاجات فالشقة كانت متبهدلة اكتر ما هي متبهدلة. ودي البلكونة تانية اهو، بصوا الارض عاملة ازاي. ده ايه يا جماعة؟ ده قنالتكس قديم اوكي ومتخلع، وده كده زي بلاكار خشب محطوط في الحيطة. تعالوا كمان اوريكم المطبخ. بصوا المطبخ عامل ازاي، مش معمول سيراميك نهائي نهائي نهائي. الارض قنال تكس زي ما انتم شايفين كده. قطع المطبخ وحشة جدا. طبعا المطبخ هيتشال كده كده يعني، هو تقريبا معرفش كانت متأجرة بالمطبخ تقريبا. بصوا القطع اللي هنا، بصوا بقول لكم قد ايه هي سيئة وقد ايه هي وحشة.
وفي الاخر بعد ده كله بيجوا يطلبوا مبالغ رهيبة. طبعا احنا ما وافقناش بالشقة دي خالص. وادعولي بقى اللي احنا نلاقي شقة، لان خلاص الوقت بيجري. النهاردة 23، فالوقت بيجري وانا بدأت الم في الشقة والم في الحاجة، وللأسف لسه مش لاقية حاجة. دعواتكم بقى اللي احنا نلاقي حاجة. اهو بصوا ده كله ده المطبخ. بصوا الارض عاملة ازاي، لا سيراميك في الارض ولا سيراميك حائط ولا اي حاجة خالص. فحقيقي ما عجبتنيش خالص خالص. وطبعا مش هينفع كده. احنا بنطلع من هنا اهو، ده كده باب الشقة. فدعواتكم بقى نلاقي حاجة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومستنيين ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. باي باي.